صباح الفل. كلام يهمك مع هشام أنس. طيب، واحدة من الحاجات اللي نفسي أتكلم فيها قوي مع الناس موضوع الرزق، موضوع التعامل مع الرزق، موضوع الإنسان اللي هو بيطلع يشتغل وبعدين وهو بيشتغل هو خلاص رايح يشتغل شغلانة معينة، فالشغلانة المعينة اللي رايح يشتغلها هو قبل ما يشتغلها هو عارف هياخد كام وعارف هيعمل ايه وعارف الشغل ده طالب منه ايه. طيب، يبقى انت حضرتك دلوقتي الرزق وسيلته العمل. الرزق ده الوسيله بتاعته العمل. ما ينفعش واحد قاعد عايز رزق وقاعد في البيت، ما ينفعش. طيب، وانت رايح بقى تشتغل كل حاجه واضحه بالنسبه لك، 100% واضحه بالنسبه لك. طيب، انت حضرتك بقى بتتحايل على الرزق ليه؟ يعني انت بيخيل اليك انك هتاخد دور الرازق والرزاق مع نفسك ليه؟ قصدي ايه؟ يعني انت وانت بتشتغل عملت حاجة ويجي يسألك المدير تقول لا ده مش انا. طب انت بتكذب ليه؟ خايف على رزقك؟ طب ما انت رزقك ده ورزقكم في السماء وما توعدون. الرزق ده ايمانك الحقيقي ان فيه اله هو اللي بيرزقك، هو اللي مفيش حد هيقدر يمنع هللة او جنيه او تعريفة او مليم هيدخل لك. محدش، لا يوجد احد على وجه الارض يستطيع ان يمنع احد ما من رزق ما خارج نطاق النقاش على الاطلاق. وانا مريت بيها لما فتحت شجر الدر وراحوا كاتبين اسماك فاسده وجمبري فاسد في شجر الدر، ولقيت واحده بتتصل عليا بتقول لي ده كذا، تقول ايه؟ قلت لها ما عنديش اسماك فاسده، والله ما عنديش اسماك اساسا، ما عنديش لا اسماك ولا جمبري. بعدها بيوم لحوم فاسده ودجاج، وسبت ولا رديت ولا سالت. ليه؟ لاني على يقين تام من صغري، ماليش دعوه، بشتغل وبس. بروح انا مطلوب مني رزق وسيلته العمل، يبقى بشتغل وبس. الدستور بتاع العمل الاتقان في العمل، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. بفضل اشتغل لحد ما يتهد حيلي. طيب، نيجي بعد كده نتيجه العمل انا متاكد منها تماما، ان لا نضيع اجر من احسن عملا. ده ربنا اللي بيقول كده، وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. الرسول قالها. يبقى ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، منتهيه. تبقى انت لما تعمل حاجه خطا عشان يتهيألك انك تزود رزقك، هقول بقى في واحد يسرق. ليه يرتشي؟ ليه بتعمل كده؟ ليه انت غلطان؟ حضرتك متهيألك انك هتزود رزقك، والله ما هيزيد. لانه ممكن تاخده وتاكل بيه حاجه يدمر صحتك، ممكن تاخده وتعمل بيه حاجه مش هيعمل لك فيه بركه، هيخليك تشرب لك سيجاره، ولا واحد يضحك عليك ويخليك تشرب حاجه من الحاجات اللي بيشربوها، انا مش عارف الحاجات دي اساسا، ولا اي حاجه. لكن انت لو على يقين من انك انت مخلوق، ربنا خلقك مش هيسيبك، بس عايزك منك تشتغل بإخلاص شغل شريف، مفيش جدال. رزقك جاي لك ومحدش هيقدر يمنعه. مفيش كائن حي على وجه الأرض هيمنعك رزقك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معاه ابن عباس قال ألا أقول لك قولا احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وخلاص، اشتغل وبس، ما تتحايلش في الرزق. بشوف واحد اشتغل ويتر، هو بيشتغلوا تبس مع بعض، هو راتبه كويس ويفضل طول الوقت دايخ، دماغه دايخة. خد 100 جنيه من واحد، ولا 10 ريال من واحد، ولا 2 دولار من واحد، كل دماغه شغالة هيخفيها ازاي؟ يا عمي حطها وجمع مع الناس. انت خد مع زمايلك، وبلاش تاخد دور ربنا في الرزق مع نفسك. ممكن تكون تاخد دور ربنا في الرزاق لما تكون صاحب شغل، ادي للناس حقها. لكن انا اروح اسرق حاجة عشان ازود رزقي، فديت مشكلة وفيها عدم ايمان كبير. نتمنى ان احنا
واحنا بنقول كده مش موضوع دين على فكرة، مش موضوع دين بس، ده هي حياة. لأنه راحتك انت من جوه هتلاقيها جاية وانت بتاخد حقك بس، ما تاخدش حق الآخرين، وما تكذبش وما ترتشيش. فالرزق مش محتاج لا سرقة ولا رشوة ولا حركات ولا نفاق ولا رياء ولا حاجة. لأن حضرتك أي حد بيسمعني، أنا نفسي شخصيا بعد كام ساعة هلاقي نفسي ميت بالليل، مش عارف نفسي حي، لأن عارف معايا 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون دولار ولا حاجة، ميت. الشاطر يعمل ضمان، يعمل ضمان كده، يقول أنا هصحى، يقول ربنا أنا هصحى بكرة الصبح، لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شكرا.